احنا نقرر ان احنا نقعد ونستنى الرزق يجي لنا لحد عندنا، وان احنا نتواكل ونبكي ونقعد ننعي حظنا السيء وظروف البلد وظروف السياسه وظروف الاقتصاد وظروف الثوره وكل الكلام دوت. في ناس كتيره اتحركت رغم الظروف دي. النهارده معانا نموذج من الناس اللي قررت ان هي تتحدى ظروفها. معانا بيشرفنا في الفقره دي الاستاذ احمد ناجي. قرر ان هو يعمل فكره يتغلب بيها على ظروفه. عمل حاجه اسمها البايك عليها مأكولات زي المأكولات المنزليه، بيتحرك بعربيته في منطقه التجمع والقاهره الجديده، وبيقدم للناس حاجه. في الاول اكيد خد وقت لغايه ما الناس بدات تعرفه، لكن دلوقتي بقى عنده حضور، والدليل ان هو موجود معانا هنا. منورنا استاذ احمد. استاذ احمد، اولا انا عايز اعرف من حضرتك انت يعني الكارير بتاعك كان ايه؟ انت ولغايه ما نوصل جات لك منين فكره البايك؟ تمام. هو الاول انا خريج حقوق. تمام. واشتغلت يعني حاجه تانية خالص. تمام. اشتغلت بالمحاماه حوالي 9 شهور بس، فده كان شغلي بس فيها، لكن اشتغلت في مجالات كتير قوي من صغري. يعني اشتغلت في المطاعم، اشتغلت في السياحه عامه، اشتغلت في البنوك، اشتغلت في قطاع الدعايه والاعلان، قطاع العقارات. يعني اشتغلت في كذا حاجه، فكان كل حاجه كده بشتغل فيها فتره وبحس ان هي خلاص ده انا الليميت بتاعي مش هيكتر اكتر من كده، فبضطر ان انا او اشوف حاجه ثانيه للكارير. بالظبط. ان انا اغير، بحب اخد يعني اكسبيرينس في حاجات كتيره قوي، او بحب الم كل حاجه عن كل شيء يعني. على قد ما بقدر. طبعا صغر السن في الوقت دوت كان بيخليني اتحرك اسرع، كان بيخليني يعني هنقول شويه ما فيش استقرار شويه، لكن الواحد بعد ما ابتدى يبقى فيه جواز وفيه فيه مسؤوليه وفيه اولاد وكده، فابتدى الواحد يستقر في شغل معين او في المكان اللي هو بيشتغل فيه، الى ان برضو بتاتي ظروف معينه بيحصل شيفتنج للموضوع، او ان انا اسيبه لظرف ما يعني. فانا اشتغلت فتره في مصر في الاول في مجال الدعايه والاعلان، واشتغلت برضو في المطاعم شويه بس مش كتير. بعد كده جات لي فرصه ان انا سافرت لندن مع خالي الله يرحمه، يعني كان برضه هو اللي حمسني شويه ان انا في اجازه صيف وكده ممكن تطلع تجرب حظك بره في الاجازه وتشوف، وممكن تعمل مثلا فلوس تقدر يعني تشتغل بيها او تعمل تصرف بيها عن نفسك فتره. فجربت فعلا 3 شهور اول ما سافرت، كانت اجازه اولى كليه. قعدت 3 شهور فالموضوع عجبني، يعني قلت لا طالما في يعني اوبشن عندي ان انا اقدر اقدم اعتذارات فانا ممكن اكمل سنه. فالسنه جرت سنه لحد ما وصلت 3 سنين. بعد كده كان هيبقى اما فصل من الكليه او ان انا اكمل، فقلت لا ارجع اكمل الكليه بتاعتي اخلص، وبعد كده اذا في نصيب تاني هرجع. فالفتره اللي قعدتها في انجلترا ديت هي اللي علمتني بصراحه اساسيات الشغل في المطاعم، وخدت فيها زي كورسات، بس هي ان يعني وانت شغال بتاخد التدريب دوت في الهيجين، في معامله العملاء ازاي، في استقبال الاوردرات ازاي، في تنفيذها، في سرعه الشغل. يعني هو الواحد مش بيقولها تفاخر يعني، لا فعلا الضغط كان رهيب جدا، وكنت شغال على حظي يعني من اقوى المطاعم الموجوده في انجلترا. كان عليها ترافيك عالي جدا، كان عليها في اللانش تايم يعني كيوز كده بتقف ممكن مثلا ساعه عشان تاخد الاوردر بتاعها، لان احنا كنا بنقدم حاجات شرقي في العاصمه نفسها في لندن. فكان علينا يعني شغل جامد، فده خلى الضغط عليا جامد قوي، فخلاني اعرف انفذ كذا اوردر في وقت واحد، واقدر اعمل كذا يعني اغطي كذا مكان. من الشيف اقدر اغطي مكانه، على الثلاجه بتاعت السندوتشات اقدر اغطي مكانها، الكوفي ماشين اقدر اشتغل عليها، الويترنج نفسه او تقديم الطلبات او استقبال الناس، ده كل ده بيتعمل في وقت واحد. ازاي حضرتك؟ دي قصه كبيره قوي ان انت ده من اهم الحاجات اللي بتتكتب في اي سي في، العمل تحت ضغط يعني. لا هو ضغط صورة العربيه بتاعت حضرتك اهي، وهنتكلم هنوصل لها، بس خلينا نكمل حضرتك المشوار. هو الفكره كلها ان ده علمني ان انت ممكن في خلال شهر فعلا تقدر يبقى عندك خبره فعلا بسنه بره في شغل هادي شويه. طبعا. تمام. ففتره 3 سنين علمتني الحمد لله حاجات كتير جدا، انا لحد دلوقتي يعني لو قلتها اقولها في وقت كبير قوي. لما نزلت مصر عشان اكمل الكليه، خلصت الكليه بتاعتي، ابتديت اشتغل في مجال المطاعم برضو، بس كنا احنا هنا في مصر بنحتاج ورق وبنحتاج شهاده خبره وبنحتاج ما بنشتغلش شويه على حته لا خش وريني شغلك، لا خش اعمل قدامي، لا خش عايز ورق. فانا معيش ورق. فانا معيش ورق.
انا معايا خبره، اقدر اتكلم، اقدر اخش، اقدر اعمل اي امتحان. تمام. فده ما كانش متاح في الوقت دوت، لان انا كنت بحب اشتغل في مصر براند، يعني بحب اخش في براند اشتغل فيه، بياخد مني مجهود عشان التحق بيه اساسا. فلما اشتغلت في مصر اشتغلت، نزلت يعني زي نقول كده 2 3 بوزيشن، ان انا اشتغل ويتر تاني وبعد كده ترينر وبعد كده، بس الحمد لله الترقي بتاعي كان بسرعه، يعني ان انا اشتغلت فتره لانك اوريدي عندي الخبره بالظبط. وصلت فيها لمدير مطعم، وكانت احدى السلاسل يعني المشهوره انترناشونال في العالم كله، فمسكت فيها مدير مطعم. بس كان الليميت بتاعك مدير مطعم، لان كان لسه الفرنشايز ده ما فتحش عدد فروع كتير، فالماكسيمم بتاعك مدير، اريا مانجر مش متاح. تمام. فخلاص يعني ده اخري فيها. جات لي فرصه برضو شغل في الامارات. سافرت برضو على ان انا هشتغل في بنك، وانا زيرو اكسبيرينس في البنوك، ما اشتغلتش فيها خالص. بس اللي كان بيعمل لي الانترفيو قال لي انا متوسم فيك ان انا هقدر اطلع منك شغل كويس. وكان في الوقت دوت عندي طفلين، فطلعت الامارات واشتغلت فيها برضو في مجال البنوك، والحمد لله خدت التريننج بتاعه في حوالي شهر ونص. واخد على مدار سنه ونص اشتغلتها هناك، واخد اول مبيعات على مستوى الامارات. ما كملتش ليه بقى؟ هقول لحضرتك. في الفتره الصغيره دي، اول مستوى الامارات دي صعبه جدا انك تحقق اول، وانت ما عندكش خبره، يعني ما عنديش خبره بنوك قبل كده. بعد كده 4 مرات على مستوى دبي. في الفتره دي جت بدايه ازمه اقتصاديه، كانت سنه 2008. 2008 ابتدت، انا شفت الدنيا خلاص بتقع، يعني خلاص ما ابتدت سيكشنز كتيره قوي تتقفل، ما فيش فلوس بتطلع من البنوك خالص. فاذا انا شغال في قطاع التمويل او اللي هو القروض الشخصيه، فما فيش فلوس هتطلع، فاذا الدنيا وقفت فرجعت. بالظبط. انا اشتغلت بعديها، جات لي شغل في دماك، للاسف برضو اشتغلت فيه شهر بس، كان خلاص بقى يعني الامارات او دبي خاصه كان في وقت الازمه طبعا الشهيره يعني في 2008 زي ما حضرتك. فخلاص ما عندكش اوبشن تاني غير ان انت يا اما تسيب الشغل وتقعد تستنى، لان هو بيديني ان او سي اللي هو ما عنديش مانع ان انا اشتغل. طب عايزين حضرتك يعني نسرع في بعد حضرتك رجعت تاني مصر، رجعت على المطاعم لا ولا اشتغلت بقى، فتحت مكتب دعايه واعلان. تمام. اشتغلت فيه فتره برضو. الحمد لله حوالي سنه ونص او سنتين. برضو جت اللي هي ثوره يناير. ثوره يناير لما جت الدنيا برضو وقفت. فوقفت خالص، وبعد كده اشتغلت بعد حوالي 8 شهور في مجال التوريدات الجمله. طب جات لك امتى بقى فكره البايك دي؟ من 2016. يعني ده لسه قريب. من 2016 من شهر 1 بالظبط ابتديت افكر في حاجه، ان انا الفتره ما بين موضوع الجمله وسبته وما عنديش شغل، قعدت 13 شهر تقريبا ما فيش شغل خالص. فانا ما عنديش اي امكانيات غير عربيتي، يعني ما عنديش اشتغل في حاجه ثانيه، ومش عايز اشتغل اقلد شغل اللي هو سواق في كذا او كذا او يعني قلت يعني نالف حاجه جديده. انا بعرف اطبخ والحمد لله بعرف اعمل حاجات كويسه، فايه المانع ان انا احط مثلا ايس بوكس يحفظ الاكل، واجرب ان انا انزل بند او بندين، اجرب تيست للناس ونشوف ايه راي الناس. الموضوع عجبهم نكمل. فنزلت فعلا بصنف واحد دوقته للناس، الحمد لله كان الاقبال عليه انا مش متوقع كده خالص. فقلت لا، من غير ما الناس تعرفك ولا اي حاجه خالص. انا وقفت بعربيتي وحطيت بوستر كده على العربيه. تمام. وبعد كده حطيت ان انا دي رقم تليفوني، دي الصفحه بتاعتي على الفيسبوك. لقيت ان من اول يوم ابتدي يجي لي اوردرات اكتر من انتاجي اصلا. فقلت لا، نحاول نضاعف الكميه ونبتدي نعمل ويتنج على ده من تاني يوم، مش من بعديها. مش بعديها بشهر ولا حاجه. فالحمد لله واحد ما بيملكش غير شنطه عربيته. اتفضل يا فندم. تمام. فابتديت اعمل حجز بالثلاث ايام او 2 يومين مثلا مقدم ولا حاجه، وبعد كده ابتديت اشتغل. بعد ما اشتغلت الفتره الاولى حوالي شهر ديت، ابتدت تنضم ليا بقى، يعني انا عايز اوسع الموضوع، وعندي مرهق جدا بموضوع البند الواحد. انا مرهق جدا ان انا اعمل كميه في نفس اليوم. فدخلت معايا مرات اخويا، ودخلت معايا اختها، ودخلت بحيث يعني ان هو كمان خلقت فرص عمل لناس اللي حواليك. هو حاليا معايا 5 ستات شغالين معايا من بيوتهم، وكلهم فيهم 3 قرايبي و2 معارف يعني. بس احنا لينا شروط حتى في اللي بتشتغل معايا سواء قريبه او غريبه، ان احنا النظافه وجوده الاكل والخامات. وحضرتك بتقف في مكان معين ولا بتتحرك للناس بقى على حسب الاوردر؟ لا، انا بقف في مكان معين والناس اوريدي عارفه المكان ده فين. تمام. فبيجوا لي، وعندي رقم تليفوني، وعندي عربيه ثانيه شغاله معايا دليفري. فلو حد حابب ان هو ياخد الاوردر بتاعه دليفري بقى شغال، يعني العربيه بتوصل له. عموما احنا اكيد هنبعت كاميرا كمان عشان عايزين نشوف في المكان دوت. يعني للاسف وقتنا ضيق، لكن استاذ احمد ناجي انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك شكرا جزيلا، مش بس عشان نورتنا النهارده، ده اكيد علشان خاطر انا ما بحبش كلمه الصندوق والكلام ده، لكن عشان خاطر انا شايفك مقاتل. انت ما عندكش ازمه ان انت تبتدي في اي سن في اي وقت، وبعد ما توصل لحاجه معينه وباقل الامكانيات خلقت فرصتك وخلقت فرص لناس حواليك. ما استسلمتش
ولا حطيت ايدك على خدك ولا نعيت الظروف. بالتاكيد كل التحيه وكل تمنياتنا ليك بان المشروع يكبر ويكبر ويكبر ونشوفه براند. الله يخليك ان شاء الله. وما تبقاش موظف، تبقى عندك موظفين. الله يخليك. يعني كل التحيه والتقدير. دي كانت نهايه فقرتنا للاسف. كان نفسي اتكلم اكتر مع استاذ احمد، لكن اكيد هيكون لنا فرص تانية. كل ما الموضوع يكبر احنا دايما كل النماذج الجميله دي نفسنا ان احنا نقف جنبها بكل السبل. دي كانت نهايه فقرتنا، مش بس نهايه فقرتنا، نهايه يومنا. بكره ان شاء الله الساعه 8 صباحا يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم صباح البلد على قناه صدى البلد. من فضلكم تابعونا.